من لاعب كرة قدم محترف لعب في فرنسا وعدة فرق مغربية إلى صاحب مطعم بمدينة الدار البيضاء كيقدم أطباق وساندويتشات ولي برجر بطريقة جديدة واحترافية. والجميل في هذا الشيء كامل هو أنه كيخدمك بإيدو في منظر قمة من التواضع. هذه غتكون سلسلة مطاعم مجهولة اللي غادي نجربوا فيها أكثر حاجة المطعم كيتميز بها. إلا زوينة غادي نقول لكم فين كاين، وإلا ما كانت زوينة غادي ندير بحال ما جربتهاش. وهذا هو الجزء السابع. دير ديك جيم الزوينة ديالك وبارطاجي الفيديو باش يستافدوا أكثر عدد من الناس. ما نطولش عليكم ونمشيو نجربوا أول حاجة، واللي كانت سلطة اونلي بلاص اللي كتجي على هذا الشكل الجميل واللي كيفتح الشهيه. وكان فيها شرائح ديال الدجاج، لافوكا، الاناناس، الخس والخيار وخيزو اللوبيا ومطيشه سوريس والبريكولي والروز والمايس والطون. السلطه اللي كانت عامره والحجم ديالها كان كبير، يقدروا ياكلوا فيها حتى 3 ديال الناس. الثمن ديالها هو 45 درهم، وغادي نعطيها في التقييم 10 على 10 حيت كتجمع ما بين المذاق والكميه والثمن. وندوزوا الشاف لثاني حاجه عندنا واللي هي بينزاروتي، واللي كتجي على هذا الشكل الجميل بالبان فوري والصوص طوماط والكفته ديال البقري والصوص على حساب الاختيار والموتزاريلا وفروماج شيدار اللي كيعطيو هذيك التعليكه والمذاق اللي كان واعر وبنين بزاف. المشكل الوحيد اللي لقيت في هذا الاختراع هو كيسالي دغيا بكثره البنه. الثمن ديالها هو 45 درهم، وغادي نعطيها في التقييم 10 على 10 حيت تستاهل. وخديت هذا البلا ديال البولي اللي سميتو مارياشي اللي كيجي على هذا الشكل اللي كيشهي، واللي كان فيه لي بات بيني بالفرماج بلون، مذاق واعر وجديد، والخضره اللي كانت طيبه على حقها وطريقها، وشرائح الدجاج مع لي زيبينار والداند فيمي والفرماج بلون. الاخوان هذا الطبق بالذات على قبلو تقدر تولي تمشي لهذا المطعم اي وقت تكون فيه كاعي تخرج فرحان. طبق التصنيف ديالو 5 نجوم، الثمن ديالو هو 60 درهم، وغادي نعطيه في التقييم 10 على 10 حيت يستاهل. ومن ورا هاد المعركه ديال البنه كان خاصني نبرد بهاد العصير ديال المونغ والاناناس اللي كان خاطر وبيان كلاسي. الساعه عاد ما زادت تبنى على بنه وهنا حصلت، بقيت نشرب ونتبنن وعقلي كيقول لي راه ما يمكنش هادشي اللي كيطرا. الثمن ديالو هو 25 درهم، وغادي نعطيه في التقييم 10 على 10 حيت حتى هو يستاهل. وحيت كيديروا حتى لي برجر وانتم راكم عارفين العلاقه ديالي مع البرجر، ما يمكنش نشوفو ما ناخذش الاحسن. وهذا كان سميتو برجر ديو، وكان فيه الخس ومطيشه ودوبل فروماج شيدار، صوص برجر وجوج طبقات وحده كفته بقري اللي كانت بنينه وما فيهاش البهارات من غير الملح والبزار. والثانيه كانت بولي باني بنينه وناشفه من الزيت. البرجر كان بنين والجوده ديالو مزيانه بزاف، الخبز ديالو اللي كان رطب وبنين بزاف وخلى البرجر في بلاصه اخرى. الثمن ديالو هو 50 درهم، وغادي نعطيه في التقييم 10 على 10 حيت كان برجر ديال بصح. وهذا الشاف ساندويتش سبيسيال، الساندويتش اللي كان رائع بالبان ميزون والكفته بقري والبولي باني والخص والمطيشه والصوص على حساب الطلب وغارق فروماج شيدار. اخوان واخا ما نعرف شنو نقول لكم على هذا الساندويتش، وراه محال نعطيه حقه. البنه كاينه والجوده حاضره، لا في الخبز كيفاش مصوب ولا داكشي اللي وسط الخبز اللي كان جديد وطري، والبنه ديال الفرماج شيدار اللي كان سخون وعطى الساندويتش المسا واعره. الثمن ديالو هو 45 درهم، وغادي نعطيه 10 على 10 حيت كان واعر ويستاهل. المطعم ديال اليوم كان نقي بزاف والخدمه كانت واعره، خصوصا كيف ما قلت لكم ان صاحب المطعم هو اللي كيخدمكم بايدو. السيد واقف على شغله وعارف شنو كيدير، وكل طبق كيخرج للناس خاصو يشوفوا كيفاش داير. وهذا الشيء راه قليل فين تلقاوه واخا تدوروا المغرب كامل. المطعم فيه قائمه كبيره بزاف اللي فيها البيتزات والاطباق والباستيشيو لي تاكوس على الانواع، زائد المشروبات والحلويات والاثمنه اللي كانت مزيانه، زائد الجوده. وركزوا لي مزيان على الجوده والنقاء حيت ما كيكونوش في اي بلاصه. ونقدر نقول لكم باللي هذا حتى هو مطعم بالاثمنه ديال سناك، واخا المطعم كاين في مكان من الاماكن راقيه بالدار البيضاء. تقييم التجربه هو 10 على 10، وكنصحكم تجربوها. المطعم سميتو اونلي بلاص، وكاين في المعارف وتحديدا في زنقه ابن النفيس. غادي نتسناكم لتحت تكتبوا لي شكون جرب هذا المطعم واشنو الراي ديالكم فيه، وتقولوا لي اشنو تبغيو نجرب ثاني في سلسله مطاعم مجهوله. كان معكم اشرف من صفحه اشرف هلاك، وتهلاو.